مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: اختبار طبي لكوكا اليوم لحسم موقفه النهائي من المشاركة في لقاء الزمالك. سيخضع كوكا لاختبار طبي من أجل تحديد موقفه من لقاء الزمالك غدا. كوكا لم يستطيع استكمال التدريبات بالأمس بعد شعوره بآلام في الظهر. الآلام دي بعد الكدمة القوية اللي تحصل عليها في لقاء يانج أفريكانز. اللاعب شعر بتحسن بعد لقاء يانج أفريكانز، ولكن الآلام عودته من جديد، وبالتالي يخضع كوكا اليوم لفحص طبي شامل من أجل تحديد موقفه من المشاركة في لقاء الغد. خبرنا الثاني: تعرف على أول تعليق من كوكا، وذلك بعد تجدد إصابته تجدد آلام الظهر. كتب كوكا على حسابه الرسمي على السوشيال ميديا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. خبرنا الثالث: شوبير يعلنها وسام أبو علي يغيب لمدة مباراتين بعد لقاء الزمالك. قال شوبير: أبو علي سيغيب مباراتين على الأقل بخلاف مباراة الزمالك. أعتقد أن اختلاف الحمل التدريبي واختلاف درجة الحرارة في أفريقيا عن أوروبا هو السبب وراء إصابة وسام أبو علي العضلية. خبرنا الرابع: تعرف على ما سيحدث لو انتهت مباراة الغد بالتعادل. في حال انتهاء مباراة الأهلي والزمالك بالغد بالتعادل، اللي هيحصل بقى؟ أول حاجة هيلعبوا وقت إضافي مدته نص ساعة، شوط ربع ساعة وشوط ربع ساعة. في حال استمرار التعادل سيتم اللجوء لضربات الجزاء. خبرنا الخامس: رسميا تأجيل لقاء الأهلي وإنبي. رسميا أعلنت رابطة الأندية عن تأجيل مباراة الأهلي وإنبي يوم 15 مارس لأجل